مساء الخير، أو يمكن مساء الذكريات اللي ساكنة في تفاصيل صغيرة جدا لدرجة إننا أوقات بننساها لحد ما حاجة بسيطة تفكرنا بيها. أنا مروة حامد، ومن شباك قديم هاتوا معاكم كوباية الشاي وافتحوا معايا شباك الليلة وتعالوا نشوف ايه اللي مستنينا وراه. حكاية، ذكرى، ولا يمكن رنة تليفون قديمة لسه صوتها عايش جوانا. فاكر ليالي زمان، فاكر ليالينا. عارفين، في حاجات كتير اختفت من حياتنا، لكن الغريب إنها لما بترجع في بالنا بنبتسم من غير ما نحس، زي التليفون الأرضي مثلا. التليفون اللي كان له مكان ثابت في البيت، مش بنشيله معانا ومش بيجري ورانا في كل مكان، هو اللي مستنينا واحنا اللي كنا مستنيين. قولولي، لسه في رقم تليفون حافظينه لغاية النهاردة؟ رقم ما بقيتوش تتصلوا بيه من سنين، لكن لو حد سألكم عنه دلوقتي هتقولوا من غير ما تغلطوا في رقم واحد. أنا أوقات بستغرب إزاي كنا حافظين كل الأرقام دي، رقم البيت، رقم خالتنا، رقم أصحابنا، رقم الشغل، ورقم الجيران، وكنا حافظينهم كأنهم جزء من حياتنا اليومية. بس يمكن علشان الأرقام وقتها ما كانتش مجرد أرقام، كانت ناس، كانت أصوات، كانت مشاعر. الو صلاح، ايوه سميحة، انا خايفه انا اللي اكون صحيتك. انت مصحياني بقالي جمعة، من يوم ما شفتك وانا مش جايلي نوم، وقبل كده كمان متهيألي اني عمري ما نمت استنى اكلمك في التليفون. فاكرين رهبة الاتصال لما حد يرفع السماعة ويطلع مش الشخص اللي انت عايزه، وتفضل مرتبك ومش عارف تقول ايه؟ لو سمحت ممكن اكلم فلان؟ وكان في أدب جميل وصبر ومجاملات صغيرة، حتى المكالمة نفسها كان ليها طقوس. دلوقتي بقينا نوصل لأي حد في ثانية، لكن يمكن فقدنا حاجة صغيرة في الطريق، حاجة اسمها الشوق. ما قفلتيش ليه؟ اقفل انتي، ما اقدرش اقفل قبل منك. انت اللي كلمتني الاول، لازم انت اللي تقفل قبل. اقول لك تيجي نعد 1 2 3 ونقفل احنا 2 سوا، موافق؟ 1 2 3. الو حبيبي، ازيك حبيبي؟ حبيبي انت حبيبي، ازيك؟ مفيش حد غيرك. ازيك انت؟ وحشني جدا والله. طيب فاكرين لما كنا مستنيين مكالمة، اليوم كله يعدي واحنا عينينا على التليفون، كل رنة كان ليها معنى وكل مكالمة كان ليها قيمة، وكان في شخص معين أول ما نسمع صوته اليوم كله يتغير، وفي ناس أصواتهم كانت أمان، مجرد كلمة منهم كانت تطمن القلب. تعرفوا، يمكن علشان كده أوقات لما بنفتكر رقم قديم مش بنفتكر الرقم نفسه، احنا بنفتكر الشخص، بنفتكر البيت، بنفتكر المرحلة كلها. يمكن الرقم نفسه ما بقاش موجود، والبيت اتغير، والناس اتفرقت، لكن الذكرى لسه موجودة. وأعتقد إن أجمل حاجة في الذكريات إنها مش محتاجة استئذان. ممكن رنة تليفون في مسلسل قديم أو جهاز قديم نشوفه بالصدفة
يرجعنا سنين كاملة لورا. وعلشان كده عايزة أسألكم الليلة، ايه الرقم اللي لسه حافظينه لحد النهاردة؟ ورقم مين كان أول رقم تيجوا تطلبوه وانتوا فرحانين؟ مين الشخص اللي كان مجرد سماع صوته كفيل انه يحسن يومكم كله؟ الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو 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 احنا الليل والدنيا ضلمة، دورت نمرته وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته. قال ايوه الو مين، وانا بايدي اليمين خدت السماعة بوسها وقفلت السكة تاني. وفي آخر الحكاية يمكن الأرقام تتغير والتليفونات تتغير وحتى البيوت كمان تتغير، لكن بعض الأصوات تفضل عايشة جوانا طول العمر. كنت معاكم مروة حامد ومن شباك قديم، وخليكم دايما فاكرين إن أجمل الذكريات مش اللي بنحتفظ بيها على الموبايل، لكن اللي بنحتفظ بيها جوه القلب. تصبح على رنة قديمة وصوت وحشكم وذكرى جميلة ترجع لكم من غير معاد. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. الو صباح الخير يا خالد. سلوى، عايز اقابلك ضروري. ايوه، في موضوع مهم. لا، بلاش البيت ارجوكي. ضروري ضروري اقابلك ولو ل5 دقايق. طيب انا جايه حالا.